قالوا له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. ها هنا أيضا شوفوا إخواني، أنا دائما أقول لكم إن هذه شوف الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كان يقرر تقريرا العلماء يتفقون عليه، يقول إن هذه الشريعة شريعة عربية، فمن طلب فهمها فيجب أن يطلب فهمها من جهة اللسان العربي. لا يمكنك أن تفهم ما يقول الله لك في كتابه وما يخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وأنت لا تفهم اللسان العربي، هذا لا يمكن. بل إن الشاطبي رحمه الله وأبا إسحاق في كتاب الموافقات يحكي عن العلماء أنهم جعلوا من سمات أهل الزيغ، من سمات أهل البدع، أنهم ينظرون في الكتاب والسنة من غير تمهل في اللغة العربية. يريد أن يتكلم ويشرح لك ويستنبط من القرآن ومن الحديث وهو ليس ماهرا في علوم العربية. يقول الشاطبي: هذه علامة الزائغين ليست علامة العلماء. العلماء كانوا لا بد أن يدرسوا العربية دراسة تؤهلهم من فهم ما يقول الله في كتابه ومن فهم ما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم.